هاي حبيباتي، أيام بسيطة تفصل بيننا وبين رمضان. كل عام وانتم بألف خير، والله يجعل رمضان مبارك عليكم جميعا. تعالوا نعمل وجبة غدا كتير لذيذة وحلوة وبعيدة عن صلصة البندورة وبترطب الجوف، وفينا نكبر الكمية ونعملها مفرزة لرمضان لتسهل علينا الوقفة بالمطبخ. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي بنجيب وعاء بنحط فيه معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة كبيرة من الملح، وثلاث كاسات من الطحين متعدد الاستعمالات. كمان تلت كوب من الزيت، زيت نباتي عادي، وكاسة ونص من المي الدافية اللي إصبعتنا تتحملها، ما بدنا إياها سخنة كتير ولا باردة. وبنعجن هاي المكونات كلياتها مع بعض سواء بالعجانة أو فيكن تعجنوها على ايدكن. المهم انه تنلم كلياتها العجينة وتتكون عنا عجينة متماسكة بس ملمسها طري مثل ما انتو هتشوفوا هلا. هاي عجينتنا صارت جاهزة، بدي اياها بتكون بهذا الشكل. شوفوا انا بضغط عليها هي بترجع بترتفع. ليه؟ لانه المي كانت دافية، ما كانت سخنة كتير ولا باردة، فهي النقطة بتساعد العجينة انه تعطينا نتيجة ممتازة. هلأ بنشيل العجينة من الوعاء اللي عجنا فيه، وبنفس الوعاء بنحط فيه شوية زيت بسيطة، نلم العجينة كأنه عم نعملها سرة بهذا الشكل. سهلة وبسيطة تمام. وبعدين بدنا نحطها بالزيت أول وش ونقلبها لتاني وش كمان حتى ياخد من الزيت، ونفردها هيك كتير منيح، وبدنا نغطيها بستريتش حتى نتأكد انه ما في اي هوا يدخلها وما ينشف لنا العجينة، ونغطيها كمان ونتركها لحتى تاخد راحتها شي ساعة ساعة ونص وبتكون عنا جاهزة. هلأ المرحلة الثانية رح نعملها، حنجيب طاسة ونحط فيها شوية زيت، ما بدنا نكتر كتير، وبيكون عنا بصلتين حجم وسط مفرومين ناعم كتير بنحطهم فوق الزيت، ونبلش نشوح البصل بهذا الشكل حتى يدبل شوي. أول ما يدبل ويوصل لهي المرحلة مثل ما انتو شايفين، رح ننزل عليه بربع كيلو من اللحمة المفرومة ناعم بهذا الشكل، ونبلش نفك اللحمة عن بعضها ونخلطها بالبصل. أول ما تبلش اللحمة تغير لونها بضيف نص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وطبعا نص معلقة صغيرة من السكر بيعطي طعم كتير طيب بيخلي اللحمة تستوي بسرعة، ومعلقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة. ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى البهارات تختلط كتير منيح باللحمة. أول ما اللحمة تستوي حنحطها على جنب حتى تبرد تماما. حنجيب صينية حنرشها بالطحين ونشيلها على جنب حتى نحط فيها الشيش برك. هلا الطاولة اللي حاشتغل عليها برشها بالطحين كتير منيح حتى العجينة ما تلزق. عندي كاسة فيها شوية مي بحطها على جنب كمان. هلا بقلكن ليش بنحتاج المي، ممكن نحتاجها ممكن لا، بالطريقتين حاشرح لكم ليه. حاخد كمية من العجينة، شوفوا شلون العجينة ارتاحت، صار ملمسها ناعم وكتير ظريفة وكتير حلوة. بنحط شوية طحين فوق العجينة، وكمان بالنشابة اللي رح نفرد فيها بنحط طحين حتى ما تلزق فيها العجينة، ونفردها قدر المستطاع. المهم نحن ما بدنا اياها سميكة كتير ولا رفيعة كتير، بالسمك اللي انتو شايفينه تمام. نجيب كاسة ونقطعها دواير بهذا الشكل. يا ريت الكاسة تكون يعني حجمها وسط، لا صغيرة كتير ولا كبيرة كتير، حتى تعطيكم نتيجة كتير منيحة. هذا حجم العجينة مثل ما انتو شايفين كتير مناسب. بقطع الكمية كلياتها بهذا الشكل. طبعا اللي بيزيد من العجينة برجع بشيله وبلمه مرة تانية وبضيفه على العجينة الباقية عندي، وارجع افردهم وشكلهم مثل ما انا بدي. هلأ بدنا نحشيهم، فبنجيب اول قطعة ونحط فيها كمية مناسبة من اللحمة بهذا الشكل بالنص، ما بدنا نجي على الاطراف تمام، ونسكرها بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. شوفوا التشكيل كتير سهل وبسيط هيك شايفين. يعني انا سكرت الاطراف كلياتها، وبأكد كتير منيح على الاطراف انه هي مسكرة مشان ما تفك معي بعدين. بس عملتها بهذا الشكل، حاخد الطرفين الزقهم ببعض بهذا الشكل.
سهلة وبسيطة وما فيها أي تعقيدات. طبعا الشيش برك إلها طرق كتير مختلفة بين المحافظات السورية بتختلف، وحتى بسوريا ولبنان بتختلف. بس هاي الطريقة كتير لذيذة، وكمان بتكترلك كمية اللحمة لما تحطي معها بصل. في ناس بتحطها من غير بصل كمان بيمشي الحال مثل ما انتو بتحبوا. بس خلص القطعة اللي أنا عم أحشيها بحطها بالصينية اللي أنا بطنتها بالطحين. طيب إذا أنا عم أحشي لقيت إنه العجينة ما عم ترضى إنه تقفل معي بشكل كتير منيح، شو بعمل؟ بجيب كاسة المي اللي أنا حاطتها على جنب وبحطها على أطراف العجينة وبسكرها بنفس الشكل بس كأنه مادة لاصقة للعجين، تمام؟ وبرجع بحطها على الطرفين بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين، يعني التشكيل واضح قدامكم. وبسكرها، حطيت نقطة مي كأنه عم يلزق العجينة ببعضها، تمام، وسكرتها ورجعت أكدت على الأطراف كلها. هي إن شاء الله بالطريقة والمقادير اللي عم لكم عليها أبدا ما بتفتح. هيك أنا خلصت جزء من الكمية ولسه عندي كمية باقي بدي أعملهم. طبعا فيكم بهالمرحلة تخزنوهم بصحون فلين بالفريزر لرمضان، بعد ما تطلعون اشووهن أو اقلوهن أو حطوهم نيين مثل ما أنتم بتحبوا. هي إلها طرق كتير مختلفة من بلد لبلد تفرق. هلا المرحلة الثالثة حجيب طنجرة على البارد، ححط فيها كيلو من اللبن الزبادي وعليها لتر من المي. قسمت المي على نصين، أول نص بحطه مثل ما هو مي من الحنفية عادي، تاني نص بحط عليه 5 معالق من النشا وبدوب النشا كتير منيح وبنزلهم فوق اللبن. وبيكون عندي معلقة صغيرة من الثوم المهروس كمان بضيفها فوق اللبن، ومعلقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة. وبحرك المكونات هيك كلياتها مع بعض على البارد الأول، وبعدين بدي أرفعها على نار متوسطة حتى يبلش الخليط عندي يتقل. ما بدي إياه يكون سميك كتير لأنه لسه حنزل فيه شيش برك، ولأنه الشيش برك عجين فحيتقل الخليط أكتر، فأنا ما بدي إياه تقيل كتير. الشيش برك بعد ما أنا شويته شوفوا ولا واحدة فتحت، كله مزبوطين ومقفلين تمام. بسقطهم فوق اللبن، تمام، وبحركهم هيك مع بعض وبتركهم على النار يغلوا حوالي 10 دقايق بس. وهيك بيكون الشيش برك جاهز للتقديم مع شوية رز بالشعرية جنبه. طعمه كتير حلو وبيجنن، أصلا الشكل بيحكي عن حاله. لازم تجربوه بهالطريقة ما رح تندموا أبدا. من أحلى وألذ الأكلات اللي بترطب القلب فعلا، وكتير سهلة والولاد الصغار بحبوها طبعا لأنه فيها عجين، وطبعا مفيدة لأنه فيها لحمة، وبعيد عن الصلصة ورب البندورة اللي ممكن يعمل حرق لبعض الناس. هاي الوصفة كتير حلوة ومناسبة لكل الأشخاص بصراحة، طعمها لا يعلى عليه. وهي حابة اني افتح لكم واحدة من جواتها حتى تشوفوا شلون اللحمة مليانة من جواتها ما شاء الله، وكتير حلوة ومستوية ولا احلى من هيك. شوفوا شكله لحاله بيحكي عن حاله. لازم تجربوها وإلا بيروح عليكم نص عمركم. بهي الطريقة كتير طيبة. وصحتين وألف هنا على قلبكم يا رب. وإذا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة أول بأول. لايك للفيديو وكومنت حلو لذيذ منكم وشير لكل معارفكم. خلوا الفيديو ينتشر على أوسع نطاق، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات تانية. يلا باي.